مدير مدرسة بيضرب طالب وبيحبسه في مكتبه وبيعمل ضده محضر في الاسم. تعال اقول لك ايه اللي حصل. مدير مدرسة في كفر الشيخ اعتدى على طالب في الاعدادية بالضرب، وكمان حبسه في مكتبه وعمل ضده محضر في الاسم. ولما ولي امره جه مرضيش يسلمه ابنه، ولي الأمر أخذ ابنه من جوه الاسم. الموضوع انتشر على السوشيال ميديا، ووزارة التربية والتعليم اتدخلت وقالت إن بداية الواقعة ديت أصلا كانت حصلت بره المدرسة. طبعا وزارة التربية والتعليم استاءت من تصرف مدير المدرسة بتاعت كفر الشيخ ديت، وطبعا أحالته للتحقيق ووقفوه وقف مؤقت وحولوه كمان لإدارة بلطيم التعليمية. كمان الناس كلها مستاءة من اللي عمله مدير المدرسة بتاعة كفر الشيخ. فبالتالي وزارة التربية والتعليم بدأت تتحرك وأحالوا الواقعة كلها للشؤون القانونية عشان يشوفوا مين المسؤول عن ده، ويتحاسب طبعا مدير المدرسة. الحقيقة لغاية دلوقتي ما نعرفش هو ايه السبب في الواقعة، ايه اللي خلى مدير المدرسة يعتدي على الطالب. قد يكون الطالب غلطان وقد يكون مدير المدرسة غلطان، في حين ان كلنا عارفين ان الضرب ممنوع تماما لأي طالب. حتى لو غلطان ممكن يتحاسب اي حساب تاني غير الضرب. ده اللي حصل في الواقعة بتاعة كفر الشيخ. انتوا بقى قولولي في كومنتات، تفتكروا مدير المدرسة هو اللي غلطان ولا الطالب هو اللي غلطان؟